Bonjour les biologistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في نوفيل فيديو في لاشين يوتيوب بي ام بيولوجي. كنا درنا في اخر فيديو درنا لو سيكل اوفاريان اللي هي دورة المبيض، ودرنا لا فورماسيون دو كوربجون اللي هي تشكل جسم الاصفر، درناهم اون ديتاي وبالتفصيل. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نديرو لو سيكل اوتيرا اللي هي دورة الرحم ولا دورة بطانة الرحم، ونقدروا نقولوا لها لو سيكل مونستريال ولا لو سيكل دو لوندومتر. ونكملوا معها لاغلاغ سيرفيكال اللي هو مخاط عنق الرحم، نشوفوه كيفاش راح يكون خلال الدورة. وهاد الفيديو راح يكون ما قبل الاخر، ونكملوا لوفوجيناز ان شاء الله. بقى لنا غير الكونترول هرمونال ونكملوها، ونكملوا لا غاميتوجيناز كامل، لا سبرماتوجيناز ولوفوجيناز، وندخلوا في لا فيكونداسيون. نبداو بسم الله. Le cycle utérine ou de l'endomètre. L'utérus est tapissé par la muqueuse utera ou l'endomètre، يعني الرحم راح يكون مبطن بمخاط الرحم اللي هو نفسه l'endomètre اللي هي بطانة الرحم. يعني la muqueuse utérine و l'endomètre هادو في زوج عندهم نفس المعنى اللي هو بطانة الرحم. L'endomètre est divisé en deux zones، يعني هاد بطانة الرحم راح تكون مقسومة en deux parties ولا deux zones. عندنا la zone الأولى une zone fonctionnelle superficielle qui subit des modifications morphologiques et fonctionnelles cycliques sous l'influence des hormones ovariennes. هاد لا زون هادي راح تكون هي المنطقة اللي راح تستقبلنا لومبريون، راح تستقبلنا الجنين بيان سور إذا كانت عندنا فيكونداسيون. راح يصراو لها دي موديفيكاسيون مورفولوجيك اي فونكسيونيل سيكليك، يعني تغيرات في لا فورم تاعها، في لا مورفولوجي تاعها، يعني في الشكل تاعها، وتغيرات وظيفية بيان سور حتكون سيكليك يعني دورية، حتكون كل شهر. sous l'influence des hormones ovariennes. هاد التغيرات راح يكونوا تحت تأثير هرمونات تاع المبيض اللي هما البروجستيرون et l'estrogène. La deuxième zone عندنا une zone résiduelle profonde située contre le myomètre à partir de laquelle se renouvelle chaque mois la zone superficielle de l'endomètre. هاد الطبقة راح تكون عميقة، يعني حتكون تحت la zone fonctionnelle، ورايحة تكون كونتر لو ميومتر اللي هما عضلات الرحم قلناها من قبل، وهما عبارة عن عضلات ملساء دي ميسكوليس. الدور تاعها هو تجديد لا زون فونكسيونيل. قالك سو رونوفل شاك موا لا زون سوبرفيسيال، يعني المنطقة السطحية تاع بطانة الرحم هي اللي راح تجددها كل شهر. هاد لا زون ريزيدويال حتكون عميقة، يعني حتكون لتحت، ورايحة تكون مقابل جست قدام لو ميومتر اللي هما عضلات الرحم، ولا من قبل اللي هما عبارة عن عضلات ملساء دي ميسكول ليس. نعاودو قلنا لوندومتر مقسوم اون دو زون. لا زون الاولى نقولوا لها لا زون فونكسيونيل، راح تكون سوبرفيسيال، راح تكون على السطح، تخضع لتغيرات مورفولوجيه ووظيفيه دوريه تحت تاثير هرمونات المبيض. لا زون ريزيدويال قلنا حتكون عميقه، حتكون لتحتها وتكون جست قدام مقابل لو ميومتر اللي هما عضلات الرحم دي مسكولوس، والدور تاعها هو تجديد لا زون سوبرفيسيال ولا لا زون فونكسيونيل تاع l'endomètre. Le cycle utérin ou le cycle de l'endomètre ou le cycle menstruel فيها 3 فاز، يعني فيها 3 مراحل. المرحلة الأولى نقولوا لها لا فاز دو menstruation، يعني هي مرحلة الحيض ولا مرحلة الطمث. du premier jour au 6e jour du cycle، يعني حتكون من اليوم الأول حتى اليوم السادس من الدورة. s'il n'y a pas fécondation le corps jaune dégénéré après 10 jours. هنا قال لك ما تكونش كاينه فيكونداسيون لو كورب جون اللي هو الجسم الاصفر راح يضمحل، راح يصير له اضمحلال بعد 10 ايام، يعني بعد 10 jours après 10 jours لو كورب جون كي يلقى بلي ما كانش فيكونداسيون راح يضمحل. Cet événement coïncide avec une diminution de la concentration de progestérone. هاد الحدث هذا اللي هو اضمحلال الجسم الأصفر راح يتزامن مع انخفاض في تركيز هرمون البروجستيرون. قلناها من قبل باللي الكوربجون هو اللي راح يفزنا البروجستيرون، يعني اوتوماتيكمون راح ينخفض لنا هرمون البروجستيرون، يعني لا كونسونطراسيون تاعو في لو سون في الدم رايحة تنخفض، ce qui induit l'élimination de la muqueuse utérine et provoque le saignement caractéristique. هذا الانخفاض في هرمون البروجستيرون هو اللي راح يتسبب لنا في تحرير ولا تساقط بطانة الرحم اللي هو لا ميكوز utérine ولا l'endomètre، مما يتسبب في النزيف بما يسمى بالطمث ولا الحيض. et provoque le saignement caractéristique.
سيانمون معناتها نزيف. هنا كاين حاجه نسيت ما قلتها لكمش مع الاول، كي قال لك سينيا با دو فيكونداسيون لو كور بجون دي جينيري ابري 10 جور. هنا في عمليه لوفيلاسيون، لا بروسيسوس تاع لوفيلاسيون قلنا راح يصلنا فيها لا ليبيراسيون دان اوفوسيت 2 بلوكي اون ميتافاز 2، وهذا عن طريق ليكلاتمون تاع لا فوليكول ميور ولا لا فوليكول لو دوغراف. راح يصلوا انفجار، كي ينفجر راح يحرر لنا هاد لوفوسيت 2 بلوكي اون ميتافاز 2 وراح يتحول لنا الى جسم اصفر، يرجع لنا كورب جون. لو كورب جون قلنا راح يفرز لنا البروجستيرون اللي يكون ضروري في الاشهر الاولى من الحمل، برومي موا تاع لا غروسيوس. عندنا ابخي 10 جور من لوفيلاسيون كي يلقى لو كورب جون بلي ما كانش فيكونداسيون، راح يصرالو اضمحلال. كي تصرالنا لوفيلاسيون يتشكلنا لو كورب جون ابخي 10 جور كي يلقى ما كانش فيكونداسيون راح يصرالو اضمحلال، راح يضمحل. كي يضمحل اوتوماتيكمون لو كونسونطراسيون تاع البروجستيرون راح تهبط في لو سون، وهذا راح يسبب لنا لا ليميناسيون تاع لا ميكوز اوتورين ولا لا ليميناسيون تاع لوندوميتر، تخريب بطانه الرحم ولا تحرير بطانه الرحم، وهذا راح يدير لنا لي غاغل. La deuxième phase, c'est la phase pré-ovulatoire ou folliculaire. L'endomètre qui a été presque entièrement détruite lors des dernières menstruations se reconstituant et s'épaissit 10 glandes en tubes apparaissent sur ramifiés et les vaisseaux sanguins deviennent nombreux. C'est la phase de prolifération. L'endomètre اللي صرالها تخريب في آخر عادة شهرية، يعني حتكون تقريبا تخربت كامل، راح تعاود تسترجع السماكة نتاعها. قالك سو ريكونستيتيون اي سي بي سي راح تعاود تتجدد وراح تعاود تستعيد السماكة نتاعها. راح يظهروا لنا فيها دي غلوند في دي زانتوب، راح تكون متفرعة سو راميفيي، راح تولي ريشمون فاسكولاريزي اي لي فيسو سانغان ديفيان نومبرو باردون. يعني راح تولي معمره بلي فيسو سانغا بالاوعيه الدمويه، وهذه لا فاز نقدر نقولها لا فاز دو بروليفيراسيون. ستادير هنا لوندوميتر راح تعاود تجدد روحها من اخر دوره شهريه اللي صرالها فيها تخريب. La dernière phase, c'est la phase post-ovulatoire ou lutéale. Le développement de l'utérus atteint son maximum quelques jours après l'ovulation. في هاد لا فاز عندنا اليوتيروس راح يوصل لاقصى درجه من التطور، وقلنا لو ديفلوبمون تاعو راح يولي ماكسيموم، وهذا راح يكون بعد ايام قليله من لوفيلاسيون. في هاد المرحله قلنا لي غلاند راح يكونوا نومبروز، راح يكون العدد تاعهم بزاف، راح تكون عميقه بروفوند اي لي فيسو سانغا سبيرال، يعني الاوعيه الدمويه قلنا راح ترجع غيشمون فاسكولاريزي، حتولي معمره بلي فيسو سانغا، والشكل تاعهم راح يكون حلزوني سبيرالي، وهذا راح يدير لنا لو دونتال اوتورين اللي راح يضمن لنا لا نيداسيون تاع لومبريون باردون، كابابل داسور لا نيداسيون دو لومبريون، يعني هي حتضمن لنا لامبلانتاسيون ولا لا نيداسيون يعني تعشيش الجنين. وهذه لا فاز نقدر نقولوا لها لا فاز دو سيكريسيون. هنا عندنا انشيمات ريجيمي لنا لو سيكل مونسترويال. عندنا 28 جور 28 يوم، عندنا من اليوم الاول حتى اليوم السادس راح تكون عندنا لا مونسترياسيون، راح يكون عندنا مرحله الحيض ولا مرحله الطمث، وين راح يتم تخريب بطانه الرحم تقريبا بشكل كامل. هذه في لافاز فوليكولار. عندنا بعد اليوم السادس من الدوره حتى اليوم 14 راح تولي عندنا لا فاز بري اوفيلاتوار، يعني مرحله ما قبل الاباضه. قلنا راح تبدا لوندوميتر تجدد روحها وتستعيد السماكه نتاعها، تبدا تشكل لنا دي غلاند لا فورم تاعهم اون تيوب، تبدا تشكل لنا لي فيسو سانغا الى اخره كما هضرنا من قبل. هنا لا فاز اوفيلاتوار راح تصرى لنا الاباضه. عندنا وراء لا فاز تاع الاوفيلاتوار وراء عمليه الاباضه بكالكو جور قلنا راح تولي لوتيروس راح يولي لو ديفلوبمون تاعو ماكسيموم، يعني راح يوصل لحد لاقصى درجه من التطور، وين راح يكونوا لي غلاند نومبروز، يعني راح يكون العدد تاعهم بزاف، راح تكون عميقه، اللي حتولي غيشمون فاسكولاريزي، حتولي معمره بالاوعيه الدمويه، ولي فيسو سانغان هذوك راح يكونوا سبيرال، يعني الشكل تاعهم حلزوني. فوالا هذه هي لا فاز لوتيال. قلنا فيها 3 فاز، لا فاز فوليكولار وين حتكون فيها لا مونسترياسيون، فاز بوست بري اوفيلاتوار يعني ما قبل الاباضه راح تبدا تجدد روحها. عندنا لا فاز اوفيلاتوار راح تصلنا فيها الاباضه، ورا لا فاز اوفيلاتوار بكالكو جور راح يولي ليتوريس لو ديفلوبمون تاعو ماكسيموم. Donc, la glaire cervicale, mycose sécrétée par la région du col utérine, présente aussi une évolution cyclique.
هو عبارة عن مخاط تفرزه منطقة عنق الرحم، وهو ثاني عنده تطور دوري، يعني راح يكون بصفة دورية. الشكل تاعو راح يكون على حساب لا فاز اللي يكون فيها. عندنا بيان سور 3 فاز، عندنا لا فاز بري اوفيلاتوار، لا فاز اوفيلاتوار et لا فاز بوست اوفيلاتوار كيما لو سيكل اوتيرا و لو سيكل اوفاريان. عندنا لا بروميير فاز سي لا فاز بري اوفيلاتوار بو امبورطونت او ديبي دو سيكل، يعني ما يكونش عنده دور مهم في بداية الدورة. elle devient du plus en plus abondant، راح يكون متوفر بكمية كبيرة، ويكون الشكل تاعو خيطي ايفيلون، وهذا سوليفي نتاع الاستروجين، يعني تحت تأثير هرمون الاستروجين. وده راح يكون بكمية وافرة، ويكون الشكل تاعو راح يكون فيلون على شكل خيطي، يكون بوفرة ويكون الشكل تاعو خيطي على شكل خيوط. عندنا la deuxième phase c'est la phase ovulatoire. Au moment de l'ovulation, elle est limpide car riche en eau. Sa filance est maximale, son pH alcalin et le réseau de mailles de glycoprotéines est très large. Toutes ces conditions favorisent la survie des spermatozoïdes et leur franchissement du col. بمعنى بلي في لافاز اوفيلاتوار، يعني كيتصرالنا عملية الإباضة، في هذه لافاز قلنا هاد لاكلاك سافيكال راح تولي غيش اونو، راح تكون معمرة بالماء، ستادير القوام تاعها راح يكون شوي سائل. صافيلونس اي ماكسيمال، يعني حتكون موجودة حتكون الشدة نتاعها حتكون بزاف. قالك لو بي اش نتاعها راح يكون الكالين، راح يكون قاعدي، ولو غيزون نتاع لي كليكوبروتيين اللي يكون فيها راح تكون تري لارج، راح تكون بكمية كبيرة. هاد لي كونديسيون كامل يخليونا لي سبرماتوزويد سورفي، يعني كي تصرالنا عملية ليجاكولاسيون أن لي سبرماتوزويد رايحة هاد لي كونديسيون تضمن بقائهم حيين، يعني هاد الخلايا تخليهم سورفي وتضمن مرورها عبر عنق الرحم إلى الرحم، ومن ثم لي تروم دو فالوب، ومن بعد راح تلقى لوفوسيت وين راح تصرالنا لا فيكونداسيون. La troisième phase, c'est la phase post-ovulatoire. Sous l'effet de la progestérone, le muqueuse cervicale se coagule et forme une barrière contre les agents microbiens. Cycle ovarien et cycle utérin sont synchronisés. يعني في هذه المرحلة، مرحلة ما قبل الإباضة، بعد ما كان القوام تاع هاد لاكلاك سيرفيكال شبه سائل باش يخلي لي سبرماتوزويد يفوتوا، راح يصرالو تخثر، وهذا تحت تأثير هرمون البروجستيرون راح يتخثر شوية، يرجع كيشغل سميك ويرجع لحالته الطبيعيه الاولى في لا فاز بري اوفيلاتوار، وين راح يدير لنا حاجز كونتر لي اجون ميكروبيان او كونتر لي ميكروب او كونتر ثاني لي سبرماتوزويد. كشغل لي سبرماتوزويد كون يجيو في هذه المرحله رايحين يحصلوا في هذا لاك سيرفيكال، وما يقدروش يكملوا لنا ويوصلوا للوفوسيت باش يديروا لنا لا فيكونداسيون. وبيان سور هاد لو سيكل هذه راح تكون متزامنه مع لو سيكل اوفاريان ولو سيكل ايتورا، وبيان سور تحت تأثير الهرمونات. عندنا في لا فيديو الجايه راح نديرو لو كونترول هرمونال تاع لوفوسيت وتاع لوفوجينيس وراح نشوفوا تأثير الهرمونات على كل مرحله، سيتادير على لو سيكل اوفاريان، لو سيكل اوتورا اي لو سيكل تاع لاغلار سيرفيكال. وهذه انشيمه تريزومي لنا لاغلار، لو سيكل تاع لاغلار سيرفيكال. قلنا من اليوم الأول حتى اليوم تقريبا الثاني عشر حتكون لا فاز فوليكولار ولا لا فاز بري اوفيلاسيون، يعني قبل الإباضة. قلنا الأخر تاعها راح يكون شوي سميك، القوام تاعها راح يكون متخثر وسميك، وهذا راح يمنع مرور لي سبرماتوزويد. في لوفيلاسيون راح ترجع شبه سائلة، قلنا راح ترجع الكالين، وهذا راح يخلي الظروف المناسبة تاع السبرماتوزويد باش تفوت لنا من عنق الرحم للرحم، ومن بعد الترومب دو فالوب، ومن بعد راح تلقى لنا لوفوسيت ودير لنا لا فيكونداسيون. بعد لوفيلاسيون في لا فاز ليتويال راح ترجع كيما كانت، وهذا تحت تأثير هرمون البروجستيرون. أما في لافاز فوليكولار راح يكون تحت تأثير هرمون الاستروجين، هو راح يدير لها هذا القوام. في لافاز الأخرى راح يكون تحت تأثير البروجستيرون. فوالا سي لا فا. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع فوز امي باش لي زيتيديون كامل يستفادوا. ما تنساوش تابونيو وتلايكيو وتفعلوا رمز الجرس باش يوصلكم اي جديد في القناه. au revoir et bon courage.